السلام عليكم الأخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في القناة. اليوم بغيت نشارك معكم هاد غريبة المعلكة ديال الكوكو السميدة اللي كتجي اكثر من رائعة. السر باش كتجيكم مشقة وباش كيجي السكر كلاصي ثابت عليها مع ثمن البيع. المهم بالنسبة للمقادير، عندي 3 ديال البيضات يكونوا صغار، كاس ديال السنيدة، كاس ديال الزيت، عندي هنا قشور ديال الحامض محكوكين، ورابعة ديال الكوك ضروري البنات يكون ميدم. هنا كان عندي شويه غليظ دوزتوه في الهاشوار، اللي كان غليظ من الاحسن دوزوه في الهاشوار. عندي خماره ديال الحلوى وفانيا، ورابعه ديال السميده الرقيقه اللي تكون النوعيه ديالها تكون مزيانه، واحد 2 معالق كبار ديال الكونفيتير، وسكر كلاصي سبيسيال. وهنا عندي بياض بيضه اللي درت معها واحد نقيطه ديال الروح ديال الزهر. ندوزو للطريقه على بركه الله. كندير دوك 3 ديال البيضات، كنزيد عليهم كاس ديال السنيده، وكنزيد قبيصه ديال الملحه، وواحد ساشي ديال الفاني. المهم هنا غادا نخلط غير بالفوي مزيان داك السنيده مع البيض. نتوما تقدروا ديروا كلشي في الخلاط الكهربائي وطحنوه حتى كيعطي نتيجه اللي زوينه. المهم كنخلط مزيان داك البيض مع السكر، وكنزيد كاس ديال الزيت، وكنعاود نخلط مزيان. ضروري تخلطوا المكونات مزيان حتى كتولي لكم كريمه. وهنا غنزيد دوك قشور ديال الحامض، تقدروا تعوضوهم بالنكهه ديال الحامض. انا الصراحه كنفضل قشور ديال الحامض احسن من النكهه، يعني كيتواتى مزيان مع هاد المعلكه هذه ديال الكوك. كنزيد 2 معالق كبار ديال الكونفيتير ديال الحلوى، وكنعاود نخلط مزيان عاد باش كنزيد هنا ديك رابعه ديال الكوك كامله. ضروري البنات الكوك يكون نوعيه جيده. وكنزيد خماره ديال الحلوى وكنخلط مزيان. هنايا كنعطي الدليك مزيان لهاد المعلكه هذه. السر ديالها هو انكم تدلكوها مزيان. صافي من بعد ما خلطت الكوك غادا نبدا نضيف السميده الرقيقه بشويه، يعني كنبقى نضيف بشويه. تقدر تدخل لكم ديك رابعه السميده كامله، تقدر ما تدخلش لكم كامله، على حسب حجم ديال البيض وعلى حسب السميده واش كتشرب ولا لا. الصراحه انا دخلت ليا ديك رابعه كامله، يعني رابعه ديال الكوك ورابعه ديال السميده. صافي وكنحاول نخلط مزيان وكندلك مزيان المعلكه، يعني كندلكها مزيان. السر باش تنجح معكم هي الدليك، ضروري ما تدلكوها مزيان. المهم انا الطلبيه كانت عندي فيها المعلكه ديال الكوكو سميده، عندي فيها المعلكه ديال الكاوكاو راح حاطها لكم في القناه. المهم كان عندي حلوى ديال التمر حتى هي غنشاركها معكم، واخا فايته مشاركه معكم ونعاود نشاركها معكم. الخليط خاصو يكون بحال هكا، يعني كيكون خفيف. كنخليه واحد 5 دقائق يتشرب، عاد كنبدا باش كنكور. المهم هنا ها نتوما راه شربات، يعني صافي هي هذيك. غادا نغربل السكر كلاصي، هنا يكون سبيسيال ضروري كنغربلو. وكندير يدي في بياض البيض البنات كيخلي داك السكر كلاصي يبقى ثابت احسن من ما ظهر. صافي وكنبقى كنعبر في كل كره 20 غرام، كندير في كل كره 20 غرام. كندوز دائما يدي في بياض البيض وكنلوح في السكر كلاصي، يعني حتى كندير واحد الكميه ديال الغريبه في السكر كلاصي، عاد باش يعني باش ما نبقاش ندير يدي في المعلكه ونعاود ندير في السكر كلاصي. من الاحسن تدير واحد الكميه تلوحها في السكر كلاصي، عاد باش تدوزو يعني تفندوها في هذاك السكر كلاصي. صافي هنايا استمر على هاد الطريقه حتى غنكمل. المهم بالنسبه للبنات هاد الكميه هذه اللي خدمت معاكم عطاتني كيلو شي حبات، يمكن على ما اظن كيلو تقريبا وشي 6 حبات على العبار ديال كيلو. المهم صافي هنايا كنحاول ندوزها في السكر كلاصي وكنخليها تشرب شويه. عاد كنكورها تاني بين يدي، كنخليها تشرب شويه السكر كلاصي، كنعاود نكور، كنعاود نهز السكر كلاصي ونديرو من الفوق باش كيبقى ثابت ليا في الغريبه. بالنسبه للفران راني شعلته على اعلى درجه،
خاصو يكون الفران سخون مزيان باش تنجح لكم الغريبه وتشقق لكم. ضروري الفران خاصو يسخن مزيان. صافي كنفرش دائما ورق الطبخ للطاوه وصافي، وكنبقى نستمر على هذه الطريقه. كنبقى ندوز في السكر كلاصي وكنهز واحد الكميه نحطها من الفوق، وكنحط داك الصبعي الكبير كنحطه من الفوق على حساب داك الشكل باش يجينا من الفوق بحال اللي مهم راه كيف ما موضح لكم في الصوره. المهم انا غنستمر على هذه الطريقه حتى نكمل. هنا كملت ودخلت الطاوه الاولى الفران. نتوما كيفاش كيجي، كتجي المعلكه كتجي مشقه ورائعه. المهم فاش كتدخلوها للفران كنديرها غير لتحت وكنخلي العافيه متوسطه حتى كتشقق وكنطلعها الفوق. يعني واحد ما كتاخذش الوقت بزاف، واحد 10 دقائق ما بين التحت والفوق صافي وكتكون واجده. يعني ما تخلوهاش بزاف باش ما تيبش ليكم. المهم هنايا البنات كنوريكم من بعد ما كملت الكوموند كنوريكم كيفاش السكر كلاصي كيبقى ثابت عليها. يعني السكر كلاصي فاش كديروا داك بياض البيض ما كيبقاش يعني يتزعزع منها. بالنسبه للثمن ديال البيع 80 درهم الكيلو. وهذه كانت هذه هي الطلبيه اللي خدمت كيلو من كل حاجه. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من اللايك والتعاليق الزوينه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.